اخو جوزي طلب مني الاكل دوت، كان نفسه فيه جدا لان مراته مش عارفه تعمله. جاب لي بقى الحاجه وقال لي اقفي واعملي لنا الاكله ديت، ايه عشان نفسه ياكلها جدا جدا. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل طبعا اكله حلوه قوي، شوربه سي فود، وهنعمل سمك كمان. زي ما انتم شايفين كده كل حاجه بغسلها كويس قوي. الاول كده بفضل الطبق بتاع الشوربه دوت اللي هو الطبق الجاهز، بيتباع عند السماك يعني. وبغسله طبعا بالدقيق والملح والليمون وارجع انقعه تاني في الليمون. اهم حاجه طبعا بنقطع زي ما انتم شايفين كده السمك الفيليه، وبنقطع كل حاجه بالشكل دوت مكعبات كده. وعلى طول في بقى اللي هو بلح البحر او القواقع دوت لازم بقى بتتغسل مره واتنين وعشرة ومليون، لانها بتبقى مليانه رمله. دي الكابوريا بوريها لكم. الكابوريا دي كائن ذكر مش نتايه، النتايه طبعا بتبقى مبطرخه وتبقى احلى بكتير. والسبيت طبعا وكم واحدة جمبري كده، يعني بيبقى طبق مشكل فيه كل حاجة. بدأت طبعا بعد ما غسلت كل حاجة زي ما بوريكم كده، نقعت في الليمون ومعلقة خل كده صغيرة عشان نضيع أي زفارة موجودة معايا في السمك أو الشوربة بتاعتنا. بص بقى بوريكم الجمبري بتاعه بقى هما كانوا 3 بالظبط في الطبق. بشيل طبعا الديل كده وبقصقص الشنبات بتاعة الجمبري، وبفتح السلسلة بتاعة الظهر دي، بطلع الكيس الرملي برضو. بصوا بيطلع منتهى السهولة. كان فيها طبعا كان دوفل كمان. المهم بقى انا هقول لكم على اسرع طريقه للشوربه ديت بتاعه السفود، اسرع طريقه واقتصاديه وموفره جدا جدا وزي بتاع المطاعم. بصوا بقى الكيس الرمل بوريه لكم اهو. انا هرجع اشطفه مشطفه كمان وخلاص على كده هشتغل بيها على طول. عايزه اقول لكم في ستات كتير ما بتعرفش تنظف الحاجات دي خالص، وفي ستات كتير بتقرف كمان يعني. شايفين بقى؟ نضفت كله. هسيب بقى القواقع دي بقى في كل شويه اغير الميه بتاعتها، لانها كل شويه هي بتفتح كمان في قلب الميه زي ما انتم شايفين كده، بتبقى مليانه رمل. الاول جبت بصلايه اهيت، هعمل بس شويه رز على طول. الرز الصياديه باسهل طريقه وطعمه حلوه جدا جدا. هننزل بصلايه مخرطه في قلب شويه زيت، اول ما تبدا تتحرق معانا حاجه بسيطه يعني تغمق كده البصلايه، هننزل ميه مغليه كمان الملح، الكمون، رشه فلفل اسمر، ونقلب كله مع بعض. حابه تضيفي فلفل الوان حطي، حابه تضيفي فلفل حراق كمان حطي حسب ما انت عايزه. الرز مغسول كويس قوي، هبدا انزل بالرز طبعا، واسيب بقى الرز يشرب ميته واديله تقليبه بس الاول عشان ما يلزقش معانا في الحله. وهيشرب ميته ويرجع بقى نوطي عليه النار ويفلفل معانا ويبقى حلو جدا جدا. هنعمل بقى الشوربه بتاعه السفود. مكعب زبده كده كبير، حطيت معلقه هريسه شطه. هريسه الشطه دي بتبقى عباره عن توم وفلفل احمر مضروبين كده في الكبه مع رشه ملح بسيطه. يعني نقول معلقه توم كبيره كده وفلفل احمر حته صغيره خالص اضربوه في قلب الكبه. نزلنا بقى بالكابوريا بتاعتنا ديت ونديها تشويحه وتقليبه كده بالشكل دوت. يعني حوالي بالظبط نقول دقيقه كده نشوح فيها، وننزل ببقيه المكونات اللي معانا بقى الكندوفلي والسبيت والسمك الفيليه والجمبري، وندي تشويحه كمان بالشكل ده. عايزه اقول لك شوربه السفود انا ما بحبش اقطع لها بصل خالص، هي بتتعمل بالطريقه دي بيبقى طعمها تحفه حلوه جدا جدا. في ناس تانية بتقطع لها بصلايه صغيره ممكن لو حابه، لكن هي الطريقه دي حلوه قوي قوي. نبدا بقى بعد ما شوحنا المكونات كلها طبعا القواقع اللي بقول لكم عليها دي غسلتها كويس قوي قوي قوي، تبقى مليانه رمله بطريقه فظيعه. وبدات حطيتها بقيت على بقيه المكونات، وهنشوح فيها شويه كده حوالي دقيقتين تلاتة، وننزل بقى بمعلقه الدقيق كبيره كده مليانه زي ما انتم شايفين كده، اديها تشويحه برده واقلب كله في قلب بعضه. وننزل بالميه المغليه بتاعتنا، يعني كل كوبايه ميه بيبقى قصادها كوبايتين لبن او العكس. طيب لو حابه تضيفي كريمه حطي، بس الكريمه بقت غاليه جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده اهوت، نزلنا بكوبايتين ميه وكوبايه لبن او العكس، كوبايه لبن وكوبايه كوبايتين لبن او كوبايه ميه، يعني اعكسيها. بس هي المقدار ده كان حلو جدا جدا، كوبايه اللبن كوبايتين الميه. وهنزل بقى برشه ملح طبعا ورشه فلفل اسمر بسيطه جدا جدا. وهحط كمان في الاخر معلقه توم صغيره خالص كده في الاخر مهروسه كده.
واسيبها تاخد غلوه وخلاص على كده. بعد ما طفيت عليها النار نزلنا عليها بعودين كرفس كده يعني متخرطين، كرفس او بقدونس المتوفر عندك. اغطي عليها الغطا وخلاص، طفيت عليها، ما بتاخدش سوا خالص، يا دوبك هي غلوه والتانيه تبص تلاقيها استوت تماما. على التسخين بقى ارجع اسخنها تاني على الاكل وخلاص على كده. هنعمل بقى التتبيله بتاعت السمك البولت بتاعنا. حاطه معلقه كبيره مليانه من الثوم المهروس، ومعاها كمان ملح، كمون، حاطه كمان كركم وفلفل اسمر رشه بسيطه قوي، كزبره وليمون. وقلبت كله كويس قوي. طبعا الثوم دوت مع يعني فرماه مع فلفل احمر. تمام. دي اسهل تتبيله للسمك. بعمل بقى بعد ما غسلت السمك بعمله زي فتحات كده عشان يشرب التتبيله كلها بالشكل دوت، وابدا احشي السمك بتاعي من جوه كده ومن بره، يبقى طعمه حلو قوي قوي. يبقى توم وفلفل احمر وملح وكمون وكزبره ورشه بسيطه من الفلفل الاسمر والليمون بقى كتير كده، بيخلي السمك حلو جدا جدا. اهم حاجه ان انت تظبطي بس الملح بتاع التتبيله عشان لا يطلع معاكي دلع ولا حاجه. يعني بتدوقيها عادي، محتاجه ملح حط لها، مش محتاجه خلاص. هتتبليها بالشكل ده وتسيبيه نص ساعه في التلاجة، وطلعي بقى على طول على التحمير. جبتي كيس زي ما انتم شايفين، وحطيت فيه دقيق، وكمان معلقتين كبار مليانين من النشا ورشه بسيطه من الملح. قلبت كله في قلب بعضه، وابدا هبدر السمك بتاعي كده. والعصير الليمون اللي انا عصراه طبعا في قلب التتبيله، خدت القشر بتاعه وهحطه كده في قلب الزيت، ويسحب لي طبعا الريحه بتاعت السمك. وهبدا احمر بقى بالشكل دوت، اقلب على الجنب ده شويه والجنب ده شويه لحد ما السمك يحمر معايا وبيطلع معاكي مقرمش وحلو جدا ومستوي تحفه تحفه. دي كده اسهل طريقه للسمك المقلي بتاع المحلات. كمان رز الصياديه خلص معايا اهوت. عملت شويه سلطه بلدي بس بقى ايه تحفه، ما اقولكوش حلوين جدا. وشوربه السفود بقت جاهزه معايا اهيت. بصوا بقى، اسرع واسهل شوربه سفود من غير كريمه. عندك كريمه حطي، تمام، عشان نبقى متفقين يعني. ما عندكيش خلاص اختياري. كوبايه اللبن وكوبايتين ميه اللي انا ضفتهم يعني مخلين طبعا الشوربه حلوه قوي قوي. يا رب بقى الفيديو يعجبكم ان شاء الله. متنسوش في اللايك والاشتراك في القناه، ورب الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم. يا سيدي يا سيدي، طبعا الاكل هيروح كده لصاحبه طبعا، عشان هو اللي جايبه. زي ما بقول لكم، اخو جوزي هو اللي جايب الاكل، هو حابب الاكله دي جدا جدا، وقال لي اعملها لي. يعني طبعا اي حد بيطلب مني اي حاجه انا بعملها له. تمام. شايفين بقى الجمال، والكابوريا خدت اللون البرتقاني الحلو ده. بصوا بقى الجمال، بوريكم بقى الشوربه عامله ازاي ما اقولكوش. يا سيدي يا سيدي، هو ده.